السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. معاكم احمد رفعت. النهارده حلقه من اكتر الحلقات اللي انا عايز كل الطلبه بجد تسمعها، يعني والله من قلبي الحلقه دي هتنزل هساعدكم، ومش عايز ان انا اكبر في الموضوع قوي واقول لكم هساعدكم بشكل نسبه 100%، ولكن انا هكون سبورت لكل واحد النهارده هيبدا يعمل اللي انا هقوله ده عشان يقدر يحقق جزء من الحلم بتاعه ان هو يستقل ماديا. في الحلقه دي انا مش هخليك افرشك الارض طحينه واقول لك التسويق الالكتروني والحاجات المعقده دي. النهارده اقول لك على 4 حاجات صحابي عملوهم وانا عملتهم وحققوا دخل، مش هقول لك دخل كبير جدا، ولكن ما بين 5-6000 جنيه في الشهر، فده دخل كويس جدا لطالب لسه بيدرس. فالنهارده هقول لك على الطريقه الصحيحه بنسبه 100%، ومش كده وبس، انا هساعدك ان شاء الله على جروب التليجرام، هقول لك على كل المعلومات. شوف الطريقه اللي عجبتك وهتقدر من خلالها تبدا تبدع فيها، واكتب لي الطريقه دي على التليجرام وانا افيدك ان شاء الله بكل المعلومات اللي تقدر من خلالها تجيب فلوس من الطريقه اللي انا هتكلم عنها النهارده في الحلقه. النهارده اقول لك على 4 طرق تخليك تجيب فلوس وانت في الجامعه، وكمان لو جامعه صعبه او كليه صعبه او كليه عمليه، فكلنا ان شاء الله عايزين نحقق احلامنا ان احنا نستقل ماديا. فبدون مقدمات كتير، بس حبيت ان انا اقول لك كده في الاول عشان تسمعني كويس جدا، لا انا جاي ابيع لك المايه في هوا، ولا انا جاي اقول لك كلام بعيد جدا زي التسويق الالكتروني والكلام ده. كمان انا متاكد ان انت سمعته في فيديوهات كتير جدا جدا. لا، انا هقول لك على حاجات بسيطه جدا من خلالها تقدر تعملها وتقدر تجيب لك دخل شهري ما بين 5-6000 جنيه في الشهر. يلا مع بعض بقى نبدا الحلقه. اول حاجه كده عايزين نتكلم، نبدا نركز كده في اللي انا بقوله لكم ده، وورقه وقلم كده، وابدا تفهم جدا اللي انا اقوله لك ده. اول حاجه يا بطل، اول طريقه معانا وهي كتابه الملخصات. هتقول لي بقى يعني ايه كتابه الملخصات؟ اسمع يا سيدي، عندنا في الجامعه او كل الجامعات بشكل عام، انا في جامعه خاصه مش في جامعه حكوميه، ولكن عندنا برضو الكلام ده في الجامعات الحكوميه، وكل الجامعات عندهم الملخصات. يعني الدكتور بيشرح حاجه على السبوره، ففي طالب ذكي او طالب شاطر جدا وطالب خطه حلو بيبدا ان هو يكون ورا الدكتور ويبدا يعمل تلخيص لاهم النقاط اللي الدكتور اتكلم عنها، ويبدا يلخصها في ورق منظم كده، ويبدا يتعاقد مع مكتبه معينه، سواء المكتبه دي معاك في الكليه او مكتبه خارج الكليه، ولكن الطلبه بتتعامل معاها في المكتبه دي. فيبدا يتعامل مع الطلبه دول اللي هم شطار واذكياء ان هم بيكتبوا ملخصات، يبدا المكتبه تتعامل معاهم، يجيب الملخصات ويبدا ياخد فلوس كبيره جدا، فلوس كتيره، يعني فلوس كتيره كمان. يعني احنا عشان في جامعه خاصه حبيت اكلم صحابي اللي هم في جامعات حكوميه اعرف المذكرات دي بتتباع بكام، فبرقم حلو. يعني مش هقول لك الارقام قوي، ولكن على التليجرام هنتكلم في الموضوع ده. لو انتوا عجبكم الطريقه دي وحبيت ان انت، ولو انت فعلا من النوع اللي انت بتحب تلخص، بتبدا تعمل ابداع كده في المذكره، او تبدا تكتب بخط حلو وتبدا تلخص ورا الدكاتره، فاكتب لي على التليجرام وانا افيدك بكل المعلومات ان شاء الله. ولكن مرتباتها كويسه جدا جدا. انت هتبدا بس ان انت تبدا ورا الدكتور، تبدا تلخص الملخصات دي وتبدا تتعامل مع مكتبه، بحيث ان المكاتب هي اللي تعمل لك تسويق للمذكرات دي. بيبقى شابتر 1 و2 و3، بيبقى منهج كبير جدا، سواء انت بقى عايز تكمل في المنهج كله او تختار ماده معينه انت تبقى شاطر فيها وتبدا ان انت تبدع فيها، تكتب ورا الدكتور ورا المعيد، تبدا تجيب اسئله امتحانات خارجيه وتحطها في المذكره دي، تبدا تجيب اسئله من بنك الاسئله، سواء انت في عندك بنك اسئله او لا، تبدا تحطها، وبعدين تروح لمكتبه وتبدا تتعاقد معاها ان انت تجيب لهم كل شابتر ينزل انت تلخصه وتعمل اسئله امتحانات عليه من الامتحانات السابقه. والحاجات دي ان شاء الله مرتبها ما بين 6-7000 جنيه في الشهر. وهقول لك كل المعلومات الكافيه ان شاء الله لو انت حبيت الطريقه دي، او انت عندك البيرشون اللي انت ممكن تعمل من خلال الطريقه دي تبدا تبدع فيها. اكتب لي على التليجرام وانا هسيب لكم لينك التليجرام والانستجرام كمان، لو انتوا عايزين تتواصلوا معايا برايفت على انستجرام هرد عليكم على طول ان شاء الله. فدي طريقه انا شخصيا بدات اعملها وما شاء الله نجحت جدا جدا، ومن اجمل الطرق، وببقى مستمتع جدا وانا بعملها، لان بحس ان فيها نوع من انواع التحدي، ان انت بتذاكر وبتجتهد قوي قوي وبتبيع وبتكسب فلوس. فده شيء كويس جدا. كل الطلبه حاليا في الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه بدات تمشي على السيستم ده والنهج ده، لا تنميه بشريه ولا تسويق الكتروني يا باشا ولا اي حاجه جميله جدا جدا، ومتاكد ان انت ما سمعتهاش قبل كده، وبرضك متاكد الطرق التانية انت ما سمعتهاش قبل كده. يلا مع بعض على الطريقه التانية. الطريقه التانية ومن اجمل وامتع الطرق اللي انا سمعت عنها مؤخرا، واللي انا اصدقائي يعني صديقاتي ويعني شله كبيره عاملين المشروع ده في الجامعه عندنا، وانا شخصيا لا باكل ولا بشرب في اي مطعم تاني، خلاص بدات ان انا اخد منهم الاكل ده. بيعملوا ساندوتشات في الجامعه، بيعملوا ساندوتشات كتيره باطعمه كتيره في الجامعه وبيبيعوها. يعني من اجمل المشاريع اللي هم اصحابي خلاص عاملين بيزنس كبير جدا في الجامعه،
عاملين سندوتشات جميله جدا باطعمه كبيره جدا، سندوتشات فينو حاطين بقى بجبنه رومي ولانشون وحاجات تانية وبينا باتر وحاجات زي كده كتير. يعني من اجمل المشاريع حاليا اللي انا بجد فخور جدا ان الطلبه بدات تفكر اوت اوف ذا بوكس في المشاريع دي. المشروع ده مربح ليك جدا جدا. لو انت شله مثلا تجمع شله من صحابك كده وتبداوا تعملوا المشروع ده، واحد يسوق، واحد يعمل السندوتشات، واحد يشتري الماتيريال للسندوتشات دي، واحد يبدا يبيع في الجامعه. فبالتالي ده مجموعه تقدروا من خلالها توصلوا لاكتر من ارباح 10000 جنيه في الشهر. ولكن نركز جدا جدا في ولكن دي. الحاجات دي بتبقى محتاجه منك شويه سنس، محتاجه منك شويه احساس ان انت هتبيع ازاي وتستهدف الفئه ازاي. يعني كل جامعه اكيد ولها فئه معينه، انت تشوف الفئه اللي تستهدفها دي ومن خلالها تبدا تعمل المشروع ده، تبدا تشوف انواع الاطعمه اللي بيحبوها ايه، تبدا تجدد. برضو لو انت حبيت الطريقه دي او حبيت ان انت تاخد معلومات اكتر، على التليجرام ان شاء الله نتكلم وهقول لكم كمان كل المعلومات اللي هتفيدكم ان شاء الله في المشروع ده. ولكن المشروع ده كويس جدا جدا، مربح جدا جدا، امن جدا جدا كمان ليك، ان انت بتضمن ان انت هتجيب فلوس في نفس اليوم. يعني مش هقول لك بقى حاجات بعيده المدى، لا انت هتاخد الفلوس في نفس اليوم، يبقى اليوم بيومه كده تخلص مشروعك ده فيه. وانا بشكر ايهاب وتوفيق وفريده ومريم على المشروع الجميل ده اللي هم في الجامعه، وانا بحب جدا اكلكم ومن خلالكم بشكركم جدا جدا ان انتم يعني من اجمل الحاجات اللي انا بحبها ان انا اسمع مشاريع جميله زي دي. فبشكركم جدا. واللي هيعمل المشروع ده ان شاء الله انا هكون صبرت جدا ليه، هديله معلومات كافيه، هديله كل الحاجات اللي يبدا يبدع في مشروعه ده. يلا يا ابطال بقى، عايزين كده شد حيلكم كده، عايزين فلوس بقى وتقدروا ان انتوا تبداوا تستقلوا ماديا من خلال المشاريع الجميله جدا دي. المشروع الثالث معانا هو من اجمل المشاريع حاليا اللي انا برضو في ناس اصدقائي عاملينه برضو في جامعات حكوميه كمان، عشان ما حدش يقول ان الجامعات الخاصه بتعمل مشاريع. يا جماعه مفيش طالب يعني الدخل حتى لو انت مش محتاج وتبدا تعمل مشروع وتكسب منه، ده شيء يعني قد ايه تستمتع وانت بتعمله. استمتاع رهيب، والله استمتاع رهيب. انا مجرد ما كنت عملت اول 5 شباتر قدمتهم للجامعه على طول لمكتبه في الجامعه واخدت فلوس كده، حسيت ان انا عملت انجاز كده جميل قوي، يعني ان انا قد ايه كويس. ولكن اشترطت ان الملخصات دي تكون بسعر يعني مش قوي محتاج يعني ان انا اغلي، ولكن عملتها باسعار يعني كويسه الحمد لله. يعني على قد ما كان المذكره مثلا ب 250، انا يعني حسيت ان هي قد ما هو المبلغ قليل، ولكن انا فرحت جدا جدا ان انا يعني بدات ان انا اعمل مشروع زي ده. فبالتالي كنت مستمتع جدا. فانت لما تبدا تعمل حاجات زي كده حتى لو انت مش محتاج المبالغ دي، انت نفسك هتكون مستمتع. يعني الاستمتاع في حد ذاته ده ان انت بقيت مسؤول عن حاجه وبتاخد فلوس من الحاجه دي، فده شيء كويس جدا جدا. الحاجه الثالثه معانا بقى وهي انتاج تيشرتات. يعني ايه؟ تبدا تجيب طباعه، او مش هتجيب طباعه عشان غاليه، لو انت مجموعه تقدروا تجيبوها. برضو عندنا اصدقائي برضو في جامعه حكوميه، جامعه المنوفيه وجامعه عين شمس، من اكتر المشاريع اللي اتعملت فيها المشروع ده، ويعني بياخدوا فلوس كويسه جدا منها، وهي التيشيرتات. لو انت بتحب التصميم او الديزاين وعندك اشكال كده شكلها حلو، او انت بترسم في فنون جميله وعندك اشكال او عندك ابتكار او عندك انيميشن، بتعرف تعمل انيميشن، تبدا تعمل انتاج لتيشيرتات التخرج للجامعات. شوف بقى لما تعمل مثلا لجامعه مثلا يعني من اكتر من 2000 تيشيرت مثلا، مجموعه كبيره اكيد اللي هتشارك البيزنس ده، ولكن شوف انت المرتب هيبقى قد ايه، شوف انت المبلغ اللي انت تكسبه قد ايه. فانتاج التيشيرتات ده مؤخرا بدا يتعمل. تبدا تشوف بقى عايز تبدا تعمل للدفعه بتاعتك، لو انت لسه سنه اولى او ثانيه ممكن تشوف السنه الاخيره وتبدا تتعاقد معاهم ان انت تعمل معاهم التيشيرتات باسعار قليله عن اللي هم يشتروها، وتبدا انت مع اصدقائك بقى تنفذ المشروع ده. مشروع ضخم، مشروع ممكن يكسبك اكتر من 20000 جنيه كمان، مش 7000 جنيه. مشروع كويس، مشروع مربح، ومش بتوقف على التخرج للكليات، لا ممكن المدارس كمان، ممكن كمان بشكل عام الطلبه بشكل عام التانيين العاديين او الناس العاديه تبدا تعمل انتاج للتيشيرتات دي. وبطريقه سهله جدا هقول لك على كل المعلومات برضو الكافيه عن الطريقه دي. اكتب لي على التليجرام لو انت حبيت المشروع ده، اكتب لي وانا هقول لك كل المعلومات ان شاء الله اللي هتقدر تفيدك في انتاج التيشيرتات دي، والماتيريال اللي انت ممكن تجيبها بارخص الاسعار كمان. وانا متعاقد مع ناس كنت بعمل يعني عملت الحمد لله براند باسمي ولكن على منصه ادراك. هسيب لكم اللينك برضو التيشيرتات بتاعتي تشوفوها برضو، وهقول لك على كل حاجه ان شاء الله تفيدك عن المشروع الجبار الجميل قوي ده. رقم 4 ومن اجمل يعني مش هقول لك هي جامعيه قوي ولكن بره شويه عن الجامعه، هي انتاج فيديوهات ريلز. عندك نوع من انواع النصيحه اللي تقدر تقدمها لاي طالب، تقدمها لاي شخص ما،
وعندك الرؤية دي لو انت شيخ بتحب القرآن وعندك معلومات في الإسلام كويسة، أو عندك معلومات في الفضاء كويسة، تبدأ بس تعمل بس حاجة بسيطة جدا جدا وتنشرها على الفيسبوك أو على انستجرام يوتيوب، لأن ما بيكسبش قوي في الريلز، ده مربح جدا جدا ومش هياخد منك أي وقت. الاربع دول من اكتر الحاجات اللي انا وانا بقولها لكم. انا حابب من قلبي ان كل الطلبه تقدر ان هي تعتمد على نفسها من اول سنه، واتمنى الطلبه اللي تسمعني تكون من اول السنه، يعني عشان هم اكتر ناس بيبقى عندهم الطاقه والحماس. تانية وتالتة ورابعة دول وخمسة يعني وستة الله يكون في عونهم. ولكن أنا من قلبي بتمنى كل الطلبة بشكل عام تبدأ تبدع في المجالات دي، كلها مجالات كويسة، مجالات حلال، مجالات مربحة، مجالات مهمة، مشروعات كلها ما شاء الله محدش يختلف عنها، اللي هي مش هتكسب ولكن محتاجة منك الحماس الكافي. لو انت عندك الحماس الكافي وعندك الرؤية، اكتب لي بقى على التليجرام وانا هكون معاك ان شاء الله. لو انت عايز تكلمني دايركت ان شاء الله عندي على انستجرام، تبدأ تكلمني عادي في اي وقت، هقدر ارد عليك ان شاء الله وافيدك ان شاء الله بالمعلومات اللي الكافية اللي من خلالها تبدأ تفتح المشروع ده انت وصحابك. فكروا بقى مع اصحابكم كده وشوفوا ايه المجال اللي انا اتكلمت عنه ممكن تقدروا تبدعوا فيه، ويلا بعتولي وان شاء الله هكون معاكم باذن الله. ربنا يوفقنا جميعا ويوفقكم جميعا للخير يا رب، وتبداوا تحققوا كل احلامكم. الحياه محتاجه ان الاصرار والعزيمه والطاقه، ان انت تبدا تبدع في مجالك وتبدع في كل حاجه حلوه انت عايزها، تبدا تذاكر وتجيب فلوس وتبدا تعيش حياتك وتلعب رياضه وجيم. الحاجات دي كلها حلوه يا جماعه، صدقوني الحياه جميله والحياه حلوه، ولكن احنا ساعات اللي بنستخسر الفرحة على نفسنا. فربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.